السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الفيديو التاني بقى على التوالي. زي ما وعدتكم المرة اللي فاتت هنركب الترام وهنروح فين؟ هنروح سان ستيفانو، هناخد جولة هناك وهنطلع البحر ونخش المول اللي هناك كمان، وهتشوفوا حاجات جميلة جدا في الفيديو ده هتعجبكم. خليكم بس معانا وتابعوا الفيديو للنهاية عشان في حاجات كتيرة قوي هتعجبكم. ما تنسوش بقى اللي اول مره يشوف قناتي، انا صباح مختار ودي قناتي. اتمنى ان انتوا تشرفوني وتحطوا لي اللايك وتدوسوا اشتراك عشان يوصلكم كل جديد، وشكرا لكل حبايبي اللي بيسيبوا لي تعليقات حلوه بتشجعني، واهلا وسهلا لكل اللي انضموا لينا جديد. نورتوني وشرفتوني. تابعوا معايا الفيديو للنهايه، واول حاجه تعملوها تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يلا حطوا اللايك وابدأوا معانا الفيديو وتابعوه. ركبنا بقى الترام، احنا بنقول عليه عندنا احنا ترماي اصلا، بس ده مش اي ترام بصراحه ربنا، ده لو عندنا انا هاخد فيه جوله بس كده واروح بيتنا تاني، مش ضروري ان انا انزل واتفسح في حته. الترام ده ترام مكيف، تذكرته ب5 جنيه، يعني حاجه كده بصراحه ربنا، مش حق التوك توك اللي بنركبه عندنا اصلا في القاهره. كان عاجبني جدا. وزي ما قلت لكم بصوا الدنيا فاضيه من حوالينا شويه كده، لان احنا قلت لكم نازلين متاخر، كانت حوالي لسه الساعه 11، وعقبال ما نزلنا بقى ولفينا في شارع السوق شويه، سوق بكوس. بعد كده ركبنا الترام عشان نروح سان ستيفانو نتمشى شويه. ده كان اول يوم لينا في اسكندريه، بس ما حبيناش طبعا ان احنا نضيع اي لحظه، عايزين نكتسب الوقت كله. احنا كنا نزلنا هنا كده من الترام، ده المول كده اللي في الوش ده، وراه مجمع سكني كبير للفنانين. المنطقة جميلة جدا فوق ما تتخيلوا، والأجواء والجو. بصوا ولادي بقى هنا أول حاجة قبلها لقوا الكلب الهاسكي دوت اللي عايزين يتصوروا معاه، هو أصلا خايف منهم. على فكرة شكله أكبر من كده، ده بص يوسف قد إيه والكلب قد إيه. هو يمكن باين في التصوير صغير شوية، بس هو بصراحة شكله كبير. بصوا يوسف هيعمل ايه، بصوا واخد على حب. ماشي يا ياسين. هنا بقى كنا حابين قبل ما نخش المول نتمشى بره شويه الاول، لان بصراحه كان نفسنا نشوف البحر ونشوف الميه. رحنا اتمشينا من بره كده شويه واتفرجنا على المحلات، وجوله جميله جدا، محلات فيها موديلات ملهاش حل. ورحنا طلعنا على البحر، بس طبعا الدنيا ضلمه ما فيش حاجه باين. انا صورت بصراحه بس ما كانش فيه حاجه ظاهره، فعشان كده مرضتش. الطريق ده كده كله في الوش كده، ده طريق البحر، يعني تمشي كده، ده البحر اللي في وشنا كله. اتمشينا شويه وقعدنا هناك شويه، ورحنا راجعين اتفرجنا على المحلات اللي على الصف التاني كمان، ورحنا راجعين. المكان ده بقى عاملينه سيشن للصور، مكان جميل جدا، اللي هو المجمع السكني بتاع الفنانين. هم كانوا عايزين يصوروا فيه، وعدتهم قلت لهم واحنا راجعين هصوركم فيه. المنظر يعني جميل هناك. بصوا بقى الموديلات والجمال والشياكه اللي هناك في المحلات. بصوا الحاجات الجميله دي، موديلات روعه روعه روعه، موديلات جميله جدا. كلكم بقى كده وانت بتتمشي بقى كده في المكان، والهوا والجو والاجواء. يعني احنا نقول الوقت متاخر، والله والوقت فعلا كان الوقت متاخر، بس مش حاسين. الناس كلها موجوده في الشارع، وكلهم موجودين في الكافيهات، ومفيش يعني مش حاسين ان الوقت متاخر خالص. المحلات كلها فاتحه، والناس متواجده في الشارع عادي. حبيت بس اصور لكم كده معايا وانا ماشيه كده عشان تشوفوا الحاجات الجميله دي اللي انا شفتها. يعني كان نفسي اجيب لكم حبه هوا كمان. الاجواء هناك والله العظيم جميله 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 ملهاش حل. الهوا كان بيرجعنا ورا، احنا ماشيين في اتجاه عكس اتجاه الهوا، كان الهوا من شدته كان بيجي يرجعنا ورا والله. بس الموديلات وشياكتها وجمالها حاجه كده خرافه.
موديلات جميلة جدا. ايه رأيك يا شموسة في الموديلات دي؟ تخلي الواحد طاير زي الفراشة، ولا رأيك ايه؟ بص الزبونة اللي واقفة جوه في المحل دي لابسة حتة كعب، انا كنت مصممة ان انا اصوره بصراحة، يعني مش عارفة كام سنتي ده، 15 سنتي ولا 20 سنتي. بص الكعب فظيع والله، كنت عايز اصور الكعب بتاع الصندل. هنا بقى عملت له بالسيشن اللي هم عايزينه وصور ثابته كمان، ورحت بعد كده بقى رجعنا عشان خاطر حتى بصوا الشارع هادي كمان ازاي. رجعنا بقى عشان نخش المول ونتفرج جوه كده ونشوف الاجواء جوه عامله ازاي. انا عايزه اقول لكم كمان طبعا ان انا ما بنزلش لوحدي، ماما كانت معايا وخالتي وبنت خالتي وابنها وولادي. يعني بصراحه خدنا جوله كده جميله، وانتوا عارفين بقى جو المصايف والفسح الناس اصلا ما بتنامش. انا بالنسبه لي طبعا اول مره اروح الاماكن ديت وانا كصباح انبهرت. انبهرت من المكان وشكله والموديلات اللي فيه. بصراحه يعني الواحد انبسط مجرد انتي بس تتمشي كده وتنزلي كده على البحر وتتمشي شويه تتفرجي على الموديلات بتنبسطي. انا مش عايزه حاجه اكتر من كده، يعني انا عايزه اتهوى. بقينا بقى مش عارفين شويه نطلع المول فوق وشويه ننزل تحت. اتمشينا في محلات طبعا كانت قفلت، ملتزمه مواعيدها طبعا قفلت، وفي محلات كانت لسه فاتحه. بس الدور الارضي للمول كان بصراحه زحمه جدا، لان كل اللي بينزل على تحت، الكافيهات لسه شغاله والمطاعم وكده كله بقى قاعد تحت، اللي سهران شويه اللي بيتعشى يعني الدور الاولاني كان زحمه جدا. حتى تلاحظوا كده في محلات كانت ضلمت خلاص قفلت. احنا اتفرجنا شويه برضو، خدنا جوله كده مجرد تمشيه وشفنا الموديلات، شفنا الحاجات الحلوه اللي في المحلات. بصوا عيالي مقضينها لعب مع مع ابن خالتهم، بيلعبوا خلاويص، ما هو المكان فاضي بقى مقضينها زحاليق. هنا بقى كنا نازلين بقى ايه بتالي ما لحقناش لسه ننزل الدور الارضي. بصراحه كل حاجه حلوه، كل حاجه حلوه، الفلوس هي اللي وحشه. بصوا شياكة الموديلات، الموديل محطوط باللون بتاعه، بالشبشب، بالجزمة، بالصندل، بالشنطة، عايزاه كده ماشي، عايزاه كده ماشي، كله موجود يعني. ولا الكعوب الفظيعة دي، مين بيعرف يمشي في الكعب العالي قوي ده؟ على رأي شموس صحيح، انا لو لبست كعب من ده هبقى عاملة زي الفراش، اطير طيران. بصراحة المحلات هناك بتبقى فيها تشكيلات جامدة جدا وقوية، الألوان، الموديلات، عايزة حاجة على الأرض، حاجة عالية، حاجة كاجوال، حاجة سهرات، كل حاجة تتخيلها بتخش المحل كده. يعني أي حاجة تخطر على بالك بصراحة بتشوفيها، ما لقيتيش في المحل ده بتلاقي في محل تاني. المول خرافة خرافة، كل حاجة موجودة. بصوا لون الصيف وجمالها، بصراحة المول فيه تشكيلات جميلة جدا، وغالي بقى مبسوطين مقضينها لعب، زحاليق ولعب. خلي بالكم هم يعني النهارده المفروض اول يوم لينا، لسه نازلين وسفر وتعب، محدش نام ولا حد ارتاح، بس مين هم وجودهم بس في المكان مبسوطين، مش مشكلة بقى يناموا وقت ما يناموا. بص التحف الجميلة دي، ايه رأيك يا فوفا في الحاجات الجميلة دي؟ وسع 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 يا واد يا باسم اهو. المهم بقى عيالي كانوا منمرين عايزين يخشوا قسم الالعاب اللي هو في الدور تحت، ويعني قلت اروح اسال، مش عيب عادي اروح اسال. بص الكافيهات تحت عامله ازاي، بالتالي كمان منزل ده الدور الارضي، لا مش الارضي. ورحت اسال، قال لي هتاخدي كارت بس الاول ب140 جنيه عشان تشحني عليه اللعب اللي انت عايزاها. قلت له قال لي اللعبه بقى تبدا مش عارفه بكام، ب80 ب100. قلت له شكرا انا بسال وهاجي بكره.
انا اشحن كارت ب140 جنيه كارت العاب، واروح احط له عليه العاب كمان. طب العيل لوحده يخش يلعب ب500 جنيه؟ طب واخوه؟ طب وابن خالته؟ طب ايه؟ قلت لهم لا، تعالوا مرجحكم في مراجيح مولد النبي احسن. مالها المراجيح بتاعت مولد النبي؟ المولد كده يجي ويشتغل وتلاقي المراجيح ماليه الدنيا. دخلنا بقى السوبر ماركت اللي تحت دوت او القسم دوت. بصراحه انا شفت فيه العجب، شفت فيه العجب. ده اكل جاهز يا دوبك على التسخين، اكل صيني، وجبات بصوا غريبه كده. انا بقيت ابص لها مش عارفه ايه اللي في الطبق اصلا. وفي اكلات مصريه كمان على التسويه. الاكلات المصريه على التسويه مش تسخين، اما الاكلات الصينيه دي كلها على التسخين. معرفش بياكلوها ازاي، مش عارفه. كل حاجه بقى موجوده تحت هنا. اكلات جاهزه، عطاره، خضار. بصوا الحاجه جميله فريش. يعني انا عايزه اقول لكم، انا كل ده الساعه كانت كام وانا تحت في المكان ده؟ الساعه تقريبا واحده وحاجه، ولسه بنتمشى. بصوا الموز اللي فوق ده كان غيظني قوي. يعني ده موز ده ولا ده حاجه تانية وانا معرفوش؟ انا مش بصراحه شايفاه بايظ. والقوطه دي لو بتتباع عندنا في ايه يا عم انت بتضحك علينا، مدينا قوطه صفرا وقوطه بايظه. بصوا الحاجه مغلفه وشكلها حلو قوي يفتح النفس. ولا نص احنا ينفع معانا نص شمامه برضو؟ ده كلام. الفاكهه هناك تبص لها تحس انها عامله زي البلاستيك، يعني حاجه كده للتصوير بس، للفرجه بس. احنا ناس بلدي، احنا ناس بلدي وشعب كده بلدي، عملناش في الحنتفه دي زياده عن اللزوم. ما بحبش الرسميات بصراحه، انا احب ان انا اكون على طبيعتي دايما. خلي بالكم بقى، احنا كل ده عمالين نتفرج ونشوف الاسعار وحاجات بتصدمنا وحاجات بتفرحنا. جينا بقى في الاخر، ولادي حبوا ياخدوا كيس شيبسي. يعني واحنا ماشيين يا ماما طب هاتلنا اي حاجه من هنا، عايزين حاجه حلوه، عايزين كيس شيبسي، بيبس، اي حاجه. روحنا بقى نتفرج على الحلويات. بصراحه الحلويات مفيش احلى منها. بصوا الجمال، اوبن بوفيه. خدي وشيلي وامشي واطلعي بره بقى على الباب، روحي حاسبي هتصدمي. المهم رحت اشوف لهم كيس شيبسي. نقوا كيس شيبسي عادي، اسم معروف واحنا عارفينه. ابص على كيس شيبسي مسعر بكام؟ قال لي 137 جنيه. 137 جنيه كيس شيبسي. قال لي قلت له طب ما هو ده شيبسي. قال لي لا ما هو ده مستورد. قلت له تفرق ايه مستورد من مصر يعني؟ قلت له لا مخليه مش عايزاه. بصوا كمية المشروبات، حاجات انا برضو يعني لا اعلم ايه هي. عصاير، يعني ده ممكن اتوقع ان هو مانجا، على جوافة، كلها عصاير. وعيالي ما شاء الله مقضيينها لعب برضو، دوخينا يا لمونة. بصوا كده الحاجات دي. ودي الصودا البيضة دي انا برضو مسكتها عشان اعرف ايه هي، معرفتش. منتج مستورد برضو بس مش عارفة ده عبارة عن ايه، صودة خوخ او فاكهة، مش عارفة. والعصير اللي تحت ده ايه برضو مش عارفة. انا بقيت اتفرج وقلت اشتري بقى، يعني زي اللي بيقولك ايه، خد فكرة واشتري بكرة. هو انا يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم. ما تنسوش بقى تحطوا لي اللايك وتكتبوا لي تعليق حلو كده يشجعنا. اشوفكم فيديوهات تانية كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.